مرحبا، انا شروكي الطناني، ودي اول حلقه بكسر بيها التلج في اوكي ستوديو او تشانل بتاعت اوكي. يعني شروكي نجمه اوكي ستوديو. هبقى اقول لكم انا قصه الحوارات دي في فيديوز تانية، بس حاليا انا بصور الفيديو ده لتالت مرة علشان بدخل المواضيع في بعضها وبرغي كتير قوي وبتوهوا مني، فقررت اني اعمل فلاش كارد مكتوب فيه البوينتس اللي محتاجة ان انا اتكلم فيها دلوقتي. اول حاجة حابة اتكلم معاكم فيها النهاردة وهي تجربتي اني اشتغل اصلا واعمل يوتيوب شانل. السنين اللي فاتت من كام سنة كده كنت قررت ان انا عايزة اعمل يوتيوب شانل علشان اعبر فيها عن نفسي واعمل فيديوهات، لاني كنت متأثرة جدا بفيديوهات البنات الاجانب اللي بلاقيهم بيعملوا بقى استوديوهات. بالمناسبة انا عملت الاستوديو ده تأثرا كمان بالبنات الاجانب لما عندهم استوديو بيشتغلوا فيه وبيسيبوا البيت وبتاع وهكذا. فكنت متأثرة جدا بالحوار ده وكنت حاسة ان انا عايزة اعمل الحوار، والحمد لله عملته بفضل البيبي ستيبس. دي نقطة نتكلم فيها في في فقرة تانية النهاردة، تمام؟ عشان ركزي اوكي. فتجربتي في اليوتيوب ما كانتش افضل حاجة، ولكن انا اتبسطت وخدت تجارب في اليوتيوب قدرت اعرف فيها الناس بتحب ايه، اسلوب امنتج ازاي، المفروض الاسلوب اللي اتكلم بيه ازاي اللي ابقى مرتاحة فيه اكتر في الاسلوب ده. واكتشفت ان الاسلوب الهليهلي اكتر حاجة انا برتاح فيها يعني. فقررت اني ارجع تاني لليوتيوب واني اوثق الحاجات اللي انا بحب اعملها، او البيبي ستيبس اللي انا بحب ان انا اعملها، علشان عندي فكرة برنامج جديد انا مش هقول عليه دلوقتي. البرنامج ده في المستقبل القريب عايزة انفذه، ولكن حسيت ان انا محتاجة اني اكسر التلج شوية ما بيني وما بين اليوتيوب، اشوف انا هعمل فيه ايه علشان اطلع افضل نسخة من البرنامج الجديد اللي انا عايزة اعمله. ابقى متمرنة كده، عارفين يعني، ابقى واخده على الجو، ما بقاش فجاه نازله مره واحده كده، لا عادي يعني، خلي البساط احمد. بس فدي كانت اول بوينت انا ليه رجعت تاني لليوتيوب واتكلمت عن البرنامج الجديد. النقطه التانية، ليه انت يا شروق اللي تعملي يوتيوب، وليه انت اللي تتكلمي، وليه انت اللي تطلعي؟ ببساطه لاني بحب اعمل كده، وببساطه اني اتاثرت كتير جدا من بنات اليوتيوب الاجانب الفنانات، وكنت مش لاقيه لما انا كنت لسه في الكليه، مش لاقيه ان بنات شبهنا مصريات او عربيات عامه غاويين illustrations، ان هم يرسموا illustrations، مش رسم في المطلق او دي اي واي في المطلق، لا هم بيرسموا، والرسم ده ليه سوق، والسوق ده مطلوب، وفي بزنس وفي ايجنسيز وفي استفاده من الارت اللي هم بيعملوه. فحسيت ان انا ليه دايما المحتوى اللي انا بتفرج عليه يكون اجنبي؟ طب ما اكيد في ناس في مصر والعرب مثلا نفسهم في محتوى عربي. فقررت ان انا ما اجرب يعني واشوف هيحصل ايه، يعني ان انا اخدكم في التجارب اللي انا بحب اعملها، لان انا بقول واللي انا شايفاه من وجهة نظري ان الحاجات الكتيرة اللي انا الحمد لله عرفت اعملها في مجالي ممكن بتبقى بالنسبة لناس هي مش اجمد حاجة في الكون وعادي جدا، بس هي بالنسبة لي كانت جولز، والجولز دي انا خدت ليها بيبي ستيبس. انا كنت وانا شغالة في البيبي ستيبس انا مش عارفة ان انا رايح احقق فعلا الجول ولا لا، بس بسعى وبشوف نهاية السعي ده ايه، بس اهم حاجة ان انا باخد بيبي ستيبس. ودي تقريبا النقطة اللي جاية اللي انا حابة اتكلم فيها، ان يا جماعة قدروا البيبي ستيبس وكملوا في البيبي ستيبس. علشان يعني انا حاليا مش فاكره عملت ايه في حياتي، بس في حاجات حلوه انا عملتها وانا كنت مبسوطه بيها، علشان انا عملتها مش عشان اقول بصوا انا عملت ايه، مش عشان بصوا، هو طبعا اتفرجوا عشان انا بحب اشارك الناس بس مش ادعاء لان بصوا انا عملت ايه وانت عملتش ايه والجو ده، لا مش كده. هو يا جماعه انا بحب المشاركه، تمام؟ فانا يعني دي من ضمن الحاجات اللي انا برضه بعمل يوتيوب عشان انا بحب نتكلم وبحب اشارك، فبدل ما اصحابي يصدعوا مني قررت اعمل يوتيوب بس فلو انت حد جامد جدا وبتتفرج على الفيديو شايف ان مين العيله اللي طلعت تتكلم ديت، لو انت حابب تكمل الفيديو كمله، لو مش حابب في غيرك ناس مستنيين يسمعوا كلام بشكل او باخر يشجعهم ان هم ياخدوا البيبي ستيبس، لان بفضل البيبي ستيبس الواحد بيعرف يعمل اتشيفمنتس. مش لازم تبقى مهمه الاتشيفمنتس دي لناس تانية، اهم حاجه هي اتشيفمنتس
ليك انت شخصيا. فدي حاجه انا براود ان انا عايزه انقلها للناس اللي حابه تتفرج عليا، لان دي حاجه انا اتاثرت بيها جدا من كتر ما انا بتفرج على فيديوهات على اليوتيوب. فانا احب اكون جزء من الناس اللي بتعيد الكلام ده وبتقوله لك برضو. البيبي ستيبس بتوصلك لحاجات انت نفسك تعملها. نخش على الموضوع التاني، وهو من الحاجات اللي شجعتني ان انا اعمل اليوتيوب. انا كده كنت عايزه اعمل الحاجات اللي بقول لكم عليها دي، بس لما زميلتنا الفنانه محاسن الخطيب استشهدت وشفت قد ايه ان هي عملت حاجات حلوه وهي عايشه وهتفضل صدقه جاريه طول ما هي يعني لحد بقى الناس تفضل تتفرج عليها، حسيت بغيره حميده. حسيت ان انا كمان عايزه اعمل زيها، واني عايزه اني اعمل فيديوهات تفيد ناس مستنيه تسمع الكلام ده. ولو ناس سمعته قبل كده اعتبرني بسترس على المعلومه اللي عندك. علشان حسيت ان انا نتكلم نقطه محاسن، يعني الله يرحمها. انا بجد حاسه ان انا عايزه اعمل زيها، وكلمه عايزه اعمل زيها انا بحطها كتير قدام عيني. ما بيبقاش حقد، ما بيبقاش غيره وحشه، يعني انا بس بوضح النقطه دي. بس في كل الحاجات اللي انا شفتها حلوه عند الناس واشتغلت على نفسي ان انا نفسي في يوم من الايام تبقى عندي حاجه زي كده، او اني اوصل لحاجه زي كده، اعتقد ده تاثير حلو. يعني هما اثروا علينا بشكل كويس، فالواحد نفسه انه في يوم من الايام يبقى شخص كويس زي الناس الكويسه ديت. فدي نقطة زكاة العلم، وإن شاء الله ربنا يقدرني إن فيديوهات اليوتيوب أيا كانت هي هتكلم فيها في إيه، إن هي تكون حاجة بتأثر عليكم بالحاجة كويسة، وتعلم ناس اللي مش عارفين إن أنا بعمل إيه، أو مش عارفين يخش المجال بتاع الكرتون أو الإلستريشنز في المطلق أو كتب الأطفال، أكون سبب في إن هم الدنيا تنور قدامهم. لأن أنا في يوم من الأيام اتفرجت على كتير جدا أجانب، الدنيا نورت قدامي، فحسيت ان انا عايزه اكون انا كمان بنور الدنيا قدام الناس. اخر حاجه يا جماعه، انا مش عندي ADHD، لان الكلمه دي سمعتها فتره كذا مره. انا مش عندي ADHD، بس انا عارفه ان محتاجه اعمل خطوات معينه علشان اوصل للحاجه اللي انا نفسي فيها. فده بيخليني مشتته، واللي بيخليني ان انا بعمل حاجات كتير وعايزه اعمل حاجات كتير وعايزه افرج الناس كتير على حاجات كتير. فده حاجه بتخليني ابان ان انا عندي ADHD. ولكن انا لو هقول ان انا عندي حاجه منهم، فهي فكره ان دماغي فيها كذا حاجه محتاجه تتعمل، وده بسبب ان انا اللي حاطه اللود على نفسي اني عايزه اعمل الحاجات ديت. فشفت فيديو على تيك توك بيقول انه ازاي الناس اللي عندها ADHD ان هم ازاي يعرفوا يركزوا وينتجوا اكتر. فانا ففي حاجه اسمها بادي دامبلينج، تمام، دبلينج. بادي دبلينج، تمام. وهي فكرتها ان انت تشتغل، او ان اللي عنده ADHD يقعد ويشتغل ويبقى في حد قاعد جنبه، لان هما الاثنين بيشتغلوا نفس البروجكت، هما الاثنين ده بيعمل حاجه ودي بيعمل حاجه، بس في اتاتشمنت كده ان احنا الاثنين دلوقتي بنعمل حاجه مع بعض، فانا مش هقوم اعمل حاجه تانية. فانا عندي قصه اطفال اسمها حكايه ارنب من الالف الى الياء، كتابه نرمين مجدي وتبع دور نشء أرجوحة. المفروض اشتغل عليها وانا متاخره بسبب التشتيت، الحاجات الكتير اللي انا مدبسه نفسي فيها، تمام. فقررت واستأذنتهم ان ماذا لو اول حاجه في زكاه العلم اني اخد البروسيس بتاعت ان انا اعمل الفيديو او اعمل القصه دي through يوتيوب فيديوز، لان انا دي حاجه انا اتحبت اتفرجت عليها قبل كده، فاحب اني اشارك الناس اولا، وان الناس كلها، ان الناس اللي تشوف يعرفوا انا بعمل ايه، ف you get inspired. بس تقريبا ده معظم النوت بوك خلصت، او النوتس خلصت، فانا مش هرغي تاني اكتر من كده. مبسوطه ان الفيديو ده الحمد لله خلصته. اول واحد ده كان اصعب واحد جدا جدا، وسجلته ده 3 مره. في اول كنت قلت ده هيبقى حلو خلاص انزليه، بعد كده حسيته الصراحه معشوق قوي، فلا خليني ابقى ديسنت كده، وعلشان الحلاوه حلوه. نقطة أخيرة بس قبل ما انطلق. دكتور مراد درويش كان عندنا في الكلية مرة، سألته قلت له يا دكتور أنا في حاجات كتيرة جدا عايزة أتعلمها، أعمل إيه وأتعلم إيه وأنا مش لاحقة أتعلم حاجة؟ فراح قال لي جملة هي أكتر حاجة قدام عيني، يعني اعرفي حاجة
عن كل حاجه ويعرفي كل حاجه عن حاجه. فانا من ساعه ما هو قال لي الكلمه دي وانا بقيت اعرف حاجه عن كل حاجه، حاجه عن كل حاجه، حاجه عن كل حاجه. صح، اتمنى اكون قلت الجمله دي اخيره يعني. المهم انتوا فهمتوا الفكره، علشان فعلا هي دي البيبي ستيبس اللي بتخلي الواحد. انا بس خايفه التسجيل يقفل عشان انا بسجل من اللابتوب. بصي هو ده التشتيت بقى اللي بقول لكم عليه. يا نهار ابيض، انا بتكلم في حاجه تانية خليتني اعمل كده، بصيت لي ده. المهم يعني انا بسجل باللابتوب وبسجل بالكاميرا، بصور بالكاميرا. تمام، نرجع معلش عشان خاطر معلش نرجع بقى للدكتور مراد درويش. وهو بيقول ان كلمة بقى فكرة ان انا اعرف حاجة عن كل حاجة دي ادت اني بقى عندي تجارب كتير، دخلت في تيمز كتيرة، فجمعت علاقات كتيرة. فالعلاقات ديت الواحد بيحتاجها لما بيحتاج حاجة ان هو يعمل حاجة، فبيرجع للعلاقات ديت، فالعلاقات بتساعده. في عجالة الحمد لله يعني. اتمنى اكون لحقت قلت لكم كذا حاجة كده عن شخصيتي عرفتوها. الفترة الجاية هنعمل ايه؟ ان انا مش همنتج فيديوهات، انا تطلع زي ما هي كده. هحاول اكتب نوتس عشان الدنيا ما تتشوشرش مني، وانزل الفيديو عشان مجهود قليل، علشان يبقى فيه استمرارية والموضوع ما ياخدش مني وقت طويل. هو اوريدي خد مني 3 أسابيع عشان اعرف اصور اول فيديو ده. تمام، الى اللقاء يا اصدقائي.